مالك يا هنا؟ كنتي بتشوفي كابوس ولا ايه؟ ده انا لسه كنت جايه اصحيكي عشان تروحي الدرس. اه يا ماما، كنت بشوف كابوس وحش قوي. ايه ده؟ ايه الاسود اللي على الارض ده؟ ده شعر مين ده؟ ايه ده؟ ده شعرك يا هنا. وانا كل ده فاكراكي لما شعرك لورا. ليه تقصي شعرك من غير ما تقوليلي؟ وليه تعملي كده اصلا؟ هو ده الكابوس اللي شفته يا ماما. انا شفت. انت عايز مني ايه؟ انت مين؟ مش مهم تعرفيني، بس انا عايز منك حاجة. عايز روحك. وهو اللي قصلي شعر يا ماما، وبعد كده هربت منه. يعني ايه الكلام ده؟ هو كل كابوس هنحلمه هيبقى حقيقة؟ وهنصحى نلاقيه ازاي يعني؟ ايوه يا ماما، انا كمان بشوف احلام وحشة، بس مش كل يوم، ساعات يعني. وانا كمان بيجيلي رسائل على التليفون بتاعي، مش عارفة مين بيبعتها، لانها بتتبعتلي من رقم غريب، وكل رسالة برقم متغير. بس دي باين عليها من طريقة كلامها إنها واحدة، والواحدة دي بتكرهني قوي. لأ، الموضوع ده ما يتسكتش عليه. لما حاتم جوزي يرجع لازم أقوله ويشوف لنا حل. وبعدين يا حاتم هنعمل إيه؟ الولاد بيحلموا بكوابيس وحشة قوي، وأنا كمان بيجيلي رسائل غريبة. حتى بص البني آدمة اللي بتكرهني دي وأنا معرفهاش هي مين بتقولي إيه. أنا على طول بشوف صورك اللي بتنزليها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشوف قد إيه أنت سعيدة مع جوزك وعيالك. ليه يبقى عندك كل السعادة دي وأنت ما تستاهليهاش؟ بس دي بتقولك صورك دي عندك من الأصدقاء. لا مش شرط، لأنها ممكن تكون بتتكلم عن الصور الشخصية. ده غير إني كنت الأول على طول بحط الصور على العام، بس من بعد الرسايل دي بقيت أخليها للأصدقاء بس. انت اللي بتجيبي المشاكل، ما تحطيش صورة تاني، داري على نفسك. عندك حق. وبصي كمان الرسالة دي بتقولي إيه فيها؟ أنا هعرف أذيكي كويس وأوجعك، بس مش انتي لأ، ده أنا هوجعك في عيالك، لأن أنا أم زيك، وعارفة إن الضنا غالي قوي على أمه. انت ازاي الرسايل دي جاتلك من فترة وساكتة كده ما بتقوليش؟ عشان في الأول ما اهتمتش، لكن لما استمرت الرسايل بدأت أخاف، وكنت متلخبطة ومش عارفة أعمل إيه. بس لما العيال قالولي على الكوابيس قلت لأ، يبقى الموضوع كبير، الموضوع شكله كده فيه سحر. ربنا يكفينا الشر يا رب. أخويا، ما تتحركش، أنا جايالك. الحق يا ماما، أوضة أخويا كان فيها نار مولعة في السرير بتاعه. حاتم أرجوك حاول تاخد أجازة من الشغل شوية، إحنا محتاجينك الفترة دي قوي. بتحصل حاجات غريبة ومش منطقية في البيت. أنا عرفت إيه تفسير اللي بيحصل لنا ده. قولي يا هنا. طنط سامية جارتنا، انتوا مناسين إننا كان في مشاكل كبيرة بينا وبينها الفترة اللي فاتت، هي السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. إزاي يا هنا؟ إحنا خلاص اتصالحنا وما بقاش بينا أي مشاكل. ده حتى يومها أنا فاكرة. أنا النهاردة كان عندي عزومة، وكنت عاملة محشي جميل جدا، قلت لازم أدوقك منه انت والعيال، وعشان كمان يبقى عيش وملح وبداية الصلح بينا. اتفضلي بالهنا والشفا، يا رب يعجبكم. شكرا يا حبيبتي، إن شاء الله مفيش بينا غير كل خير. اتفضلي ادخلي، واقفة ليه على الباب؟ لا لا ما اقدرش، ده انا سايبة ضيوفي تحت، بس قلت لازم ادوقكم من اكلي. كلوا بقى المحشي ده على بال ما اخلص الاكل. ايه يا ماما افتكرتي اليوم ده؟ اكيد الاكل ده كان محطوط فيه حاجة فيها اذية ليا انا واخويا. احنا مش متأكدين ان هي اللي عملت كده، وحتى لو هي، انا مستحيل امشي في سكة الدجالين دي. الطريق ده مش حلو. احنا ناس مؤمنة وبنصلي وبنعرف ربنا. ربنا هو الحافظ. كل اللي علينا عشان نقاوم الأذى ده هو اللجوء إلى الله،
نقرأ القرآن والأذكار ونحاول إن احنا نحصن نفسنا. ما تقلقش، أخويا مش نايم معايا في الأوضة. بس بجد انت مفيش زيك يا يوسف، عليك دماغ عجبتني قوي. أحط لأخويا حبوب هلوسة عشان يحلم بكوابيس وكأنه معمول لعمل، ولا النار اللي ولعتها في السرير بتاعه. وماما أبعت لها رسايل من أرقام غريبة وأقول لها الكلام اللي نفسي أقوله لها وجها لوجه. لا، ولا لما قلتلي على الفكرة الجهنمية، قص شعرك وارميه على الأرض عشان يصدقوا. بجد انت مبدع. ماما، الحمد لله إن حاتم مش هنا عشان أقدر أتكلم معاكي، رغم إني خلاص عرفت كل حاجة. عرفت إنك شيطانة مش بنتي، لأ. عملت إيه في حياتي غلط عشان يبقى عندي بنت زيك خبيثة ووحشة؟ ممكن أعرف ليه؟ ليه عملتي كده في أخوكي وفيا؟ يعني انتي كنتي عايزة تموتي أخوكي؟ يعني تموتي ابن الراجل اللي رباكي وانتي لسه في اللفة وانتي مش بنته؟ ده جزاؤه؟ ليه؟ عشان أنا بغير من كريم. اشمعنى هو يتربى وسط أمه وأبوه وأنا ماليش أب، ماليش حد غيرك انتي، وانتي الشخص الوحيد اللي ليا بتحب كريم أكتر مني. ليه اتجوزتي تاني بعد ما اتطلقتي من أبويا؟ طبعا عشان انتي أم أنانية مش بتحبي إلا نفسك، لكن أنا أولع. بس أنا النار اللي جوايا فضلت تكبر من صغري لحد ما ولعت فيكم. انتي السنة دي مفيش ثانوية عامة، ابقي خديها السنة الجاية عشان مفيش نزول من البيت لحد لما أعالجك. انتي لازم تتعالجي، ومش هقول لحاتم أي حاجة عشان يسيبك عايشة معانا. أنا هساعدك يا هنا، مش هسيبك، ما تقلقيش. ولازم تعرفي إن أمك بتحبك مش زي ما انتي فاهمة. بجد مش عارفة أشكرك إزاي يا هبة، إنك ساعدتيني وهتقعديني عندك كام يوم لحد لما يوسف يظبط أموره وياخدني. اقعدي براحتك، أنا قلت لماما إنك قاعدة معانا عشان مامتك وباباكي مسافرين فترة كده عند جدتك عشان هي تعبانة. طب كويس إنك اتصرفتي. ليه؟ ليه يا سلوى ما قلتليش؟ يمكن كنت لحقت المشكلة قبل ما تكبر. هي كده هتجيب لنا العار. اتصلي بكل صحباتها بأسرع وقت ممكن، وأنا هدور عليها في شوارع المنطقة حوالينا. أكيد ما لحقتش تبعد. دي جزاتي يا هنا؟ تفضحيني بعد ما ربيتك وعاملتك زي بنتي؟ اتصرف يا يوسف، لازم تتجوزني خلال أيام عشان أنا دلوقتي قاعدة عند صاحبتي، وأكيد مش هينفع أقعد عندها أكتر من كده. مامتها ما تعرفش حاجة. طيب وجوز أمك اللي عامل فيها أبوكي ده أكيد مش هيسيبنا. هو لا أبويا ولا أعرفه ومش بخاف منه، بس أنا هربت من البيت عشان أمي عرفت كل حاجة، وجوز أمي لو عرف باللي عملته ممكن يأذيني. ده أنا كنت هموت ابنه. اتصرف يا يوسف، انت مش كنت موعدني بالجواز؟ خلاص نتجوز. مش انتي تميتي 18 سنة؟ بس انتي عارفة الظروف بقى، احنا نتجوز مؤقتا في البيت عندي. انا عايش مع امي بس، وامي مفيش اطيب منها، مش هتحس بوجودها معاكي في البيت. اهلا بيك يا عروسة، نورتي البيت. امي مش موجودة، راحت عند اختي الليلة دي وهترجع بكرة الصبح. طب الحمد لله عشان نبقى براحتنا. اصحي اصحي يا عروسة، كفاية عليكي كده. يلا عليكي شغل البيت. شغل ايه؟ انا مالي؟ انا مش هعمل حاجة، انا عمري ما عملت حاجة في بيت اهلي. اهلك وسبتيهم ليه يا عينيا؟ ولا هما اللي سابوكي؟ حضري الفطار وما تنسيش تنضفي المطبخ بعد ما تخلصي عمايل الاكل، انا بحب النظافة قوي. اما نشوفك انتي بقى، انتي بتتكلمي معايا كده ليه؟ ما تشوف امك يا يوسف. اسمعي كلام امي يا هنا على طول، اللي امي تقول عليه اعمليه على طول من غير نقاش. وما تنسيش اننا سترناكي، يبقى تشيلي شيلتك. مش هقدر اتكلم مع اهلي، اكيد هيشمتوا فيا. أنا عرفت بنتك فين يا سلوى. بنتك خلاص اتجوزت وبقت في عصمة راجل،
وكمان عرضت عليها اني اطلقها منه وترجع، بس هي رفضت، مش عايزة اي مساعدة مني، واكني كنت عدوها. ما تطلبيش مني تاني ادخل في الموضوع بنتك ده، كفاية اوي لحد كده. دلوني أعمل إيه؟ غلطة بنتي كبيرة، بس برضه هي بنتي.